معلم الناس الخير، فتعليم الخير للناس وتعلم الناس للخير سبب لانتشار الخير في الأرض. بالأمس تحدثنا عن آدم وبعض الجوانب في قصته، وعلمنا أن كل إنسان مكون من 4 جوانب. هذه الجوانب ال4 هي مكونات شخصية الإنسان ذكرا كان أو أنثى، ولا يمكن أن يوجد إنسان كامل بمعنى الإنسانية إلا إذا توفر على الجوانب ال4، وتختلف الجوانب ال4 من إنسان بين إنسان وإنسان. ما هي مكونات الإنسان؟ أولا جسم خلق من الأرض، يعود إلى الأرض، يخرج من الأرض، تاريخه معروف. 2 روح نزلت من عند الله تعود إلى الله، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. روح من الله ترجع إلى الله، جسم من الأرض يرجع إلى الأرض. هذو جانبين أساسيين وجانبين فرعيين، أحدهما فرع عن الجسم والثاني فرع عن الروح. أما فرع الجسم فالعاطفة، وأما فرع الروح فالعقل. فأصبحت الجوانب 4: جسم من الأرض، روح من السماء، عاطفة تتبع للأرض، عقل يتبع للسماء. والإنسان مختلف في اهتماماته على حسب اختلافه في عطاءات ربه له. فمن الناس من يغلب عليه الجانب الأرضي، الجسم والعاطفة، فتجده منعطف مايل نحو شهوات نفسه وملذات نفسه، فهذا أخلد إلى الأرض ونأى بجانبه انعطف. وآخر لا، حلق في جو السماء، أعطى للروح مجالها، دخل في صلاة واتصال مع الله، تجاوز 7 السماوات، وقف بين يدي الله قائلا بلسان حاله ومقاله: إياك نعبد وإياك نستعين.